اولا مراد، حاول هضر لنا شويه على الماتش، كيفاش جاك الماتش، الاطوار ديال الماتش، كيفاش المدرب تعامل مع الماتش، وكذلك التشكيله اللي دخلات، كل شيء على الماتش، انت راك عارف. وبالنسبة لأهم نقطة هي أن الانتصار هو اللي مهم، زعما في جميع الحالات، لأنه 3 نقاط هي اللي مهمة كتزكي بها الصدارة قبل من التوقف اللي غادي يكون يعني مدة ديال شهر ونصف تقريبا. بالنسبة للأطوار ديال المقابلة ربما كان بان شوية يعني الوداد بدنيا كان يعاني، ولكن هذا شيء عادي بالنسبة لسفرية طويلة جدا وفي ظرف قصير. كذلك كنعرفوا أنه كان مجموعة ديال اللاعبين تيعانيو من نزلة برد، ربما اللي كانت تتنقل الفيروس ما بين اللاعبين. الظروف ديال المقابلة كانت شوية صعبة، يعني ما يمكنش منهم لينا أننا العميرات اللي كان غايب، منهم يمكن ابرز بطبيعة عنصر الفريق الحال بطبيعة الحال أنا منهم العميرات اللي كان غايب، ومجموعة ديال اللاعبين بان أن الأداء البدني ديالهم كان فيه نقاش كبير، ولكن متجاوز بحكم أن النتيجة كانت آه، مهمة، هي 3 نقاط باش غتخليك في الصدارة وتسهل عليك حتى باقي المباريات اللي جايه. بالنسبه للاداء بشكل عام كان لا باس به، نقول متوسط الى لا باس به، ولكن ملي كتعرف انك تسير المباريات ديالك وتنتصر فيهم على الرغم من ان الاداء ما تيكونش بالمستوى، فهذه نقطه مهمه. كاين مازال نقاش شويه في وسط الميدان كما كنشوفوا، ملي كيلعب الميراج مع باكاسو تيكون اداء احسن. الحضور ديال الصبار دائما ما الوداد تتعاني زعما من الناحيه الدفاعيه وفي الارتداد الدفاعي. يمكن لو لاعب عنده إمكانيات تقنية، يعني فنيا لاعب ممتاز، ولكن في المنظومة الادوار الجماعية الدفاعيه ما يقدرش يقوم بها هو لا لا اصلا. يمكن هو اصلا كيلعب ويس، ما كيلعبش السيس. لا، هو ماشي مسألة يلعب بويت ولا سيس، حنا ما كنهضروش، حنا كنهضروا جلوبالمون، يعني كنهضروا توتال ديال بصفة عامة كنهضروا على الشاكلة الدفاعية ديال النادي. ما غاديش يفيدك نكونوا واقعيين، وهذا اللي كيخلي أنه الآن كيتم البحث على انتداب في وسط الميدان باش يكون مع باكاسو والميراس، لأنه المباريات الحاسمة اللي غتحتاج فيهم يعني غتحتاج فيهم الحد، يعني تكون واحد الطراوة بدنية كبيرة، ويكون واحد يعني دوك الثنائيات في وسط الميدان باش تربحهم ويعطيوك امتيازات. غيكون صعيب، يعني بحضور الصبار غيكون صعيب. يمكن في البطولة الوطنية تقدر تساير به الإيقاع، يبقى يلعب في المباريات ديال البطولة الوطنية. أما في المباريات يعني الكلاسيكية مثلًا، المباريات اللي كتكون قوية وخصوصًا خارج أرض الوطن، فأعتقد أن الوداد يعني لازم أنه يجلب لاعب وسط ميدان إضافي باش يكون مع الميرات ومع باكاسو، خصوصًا من الناحية الدفاعية. يعني المباريات اللي غنحتاجو أننا القوة البدنية وغنحتاجو قوة الالتحامات، خاصنا مازال لاعب آخر في وسط الميدان باش نحاولوا نتغلبوا على هاد المسألة. بالنسبة للمدرب كيفاش كيتسير اللقاء، هو دائمًا نمطية، يعني متكررة، نفس الطريقة ديالو، يلعب بنفس الأسلوب، واش تقريبًا مراد نفس التدعيمات. كيبان لك بن هاشم تيبغي يربح، هذا هو المهم ديالو، ماشي شوف سوقو شوف في الاستحواذ، هاجم ما شوف هاجمش، المهم تيبغي يربح. وهذه القضيه يمكن كاينة راه كاينه، راه تيربح حاليا. وكان الا شتي كاينة النقاش اللي كان دابا بين مراد وبين محسن تفرجتي شويه، هو كان على هذه النقطه هذه ديال يمكن مراد تيقول ان اهم حاجه كاينه مدرب كيربح، ومن هنا تيحاول يطور. ممكن محسن تيقول لك واخا المدرب كيربح، ولكن الطريقه اللي تيلعب بها في الماتشات اللي جايين ضد فرق، مثلا الى تلاقيتي مع الزمالك ولا اتحاد العاصمه، ولا مثلا الماتشات اللي جايين ضد الجيش ضد بركان، يمكن هنا غتعاني وتقدر بهذه الطريقه اللي تيلعب بها بن هاشم، اللي حاليا تتجيب نتائج وكتجيب نقاط، راه غتقدر تخسر بها مع الزمالك مع الجيش مع بركان. شنو تيبان لك انت الراي ديالك مراد؟ شوف دابا هذه إشكالية مطروحة إلى أن يثبت العكس. بالنسبة للمدرب حقق نتائج مبهرة، يعني باش نكونوا واقعيين. آآ ربح المباريات ديالو، كيفاش ربحهم هذاك الشيء ربما ما تيهمناش حنايا، لأن اللي تيهمنا هو النتيجة، لأن تجي تكلم مع واحد الإنسان غادي يعطيك النتائج ديال العمل ديالو، ما يمكنش تبخس الحق ديالو، يشتغل بطريقة جيدة. يمكن ما مقتنعينش بها، هذا شيء عادي، نقتنعوا أو ما نقتنعوش، ولكن
النتيجه هي اللي تتحكم على اي عمل ديال اي شخص كيف ما بغى يكون. يعني اي مدرب تيحكموا عليه النتائج ديالو، وطبيعه الحال العمل ديالو اكيد كاين هناك عمل كاينين نتائج، ما كايناش قناعه، كاين تخوف. هذا الشيء ايجابي، بانه يبقى دائما النقاش مطروح ويبقى دائما طموح اكبر. يعني شيء جيد جدا اننا نكسبوا النقاط ونكسبوا المباريات وناخذوا الايقاع ديال الانتصارات اللي كيولد دائما الحافز ديال الفوز، لان ملي كتولي عندك ثقافه الانتصار هذا شيء مهم. وهي حاليا آه، الثقافه اللي بدا كيكتسبها اغلب اللاعبين في المجموعه. كاينين لاعبين اللي عندهم خبره، هذوك ما نخافوش عليهم، ما كاينش اشكال لانهم لاعبين مجموعه ديال المباريات ولاعبين مجموعه ديال التظاهرات الرياضيه الكبرى، كاس العالم، كاس افريقيا، مباريات في دوريات اوروبيه. الا غتكلم على امراباط ولا غتكلم على الرايحي ولا غتكلم على بزاف ديال اللاعبين ما عندهمش هذيك المشكله ديال النتائج، لانهم لاعبين كيقلبوا على النتيجه بغض النظر على الاداء ديالهم كيف يديروا. واش غنقتنعوا واش ما غنقتنعوش، هذاك الشيء كيبقى كيرجع لكل واحد والنظره الفرديه ديالو. طبعا ما كايناش قناعه، كاين هناك واحد التخوف من انه في المباريات الحاسمه ضروري غنحتاجوا لواحد الشجاعه ديال المدرب، الذكاء ديال المدرب، الاستراتيجيه ديال المدرب. غادي تحتاجوا واحد المنظومه اللي غادي تحتم بها هذوك المباريات الكلاسيكيه والمباريات الحاسمه. لان مثلا الا غناخذوا اليوم نموذج هو المباراه ديال الديربي، لم يكن الوداد في المستوى اللي كيتمناه الجمهور، سواء من ناحيه النتيجه اننا تعادلنا مع فريق ربما لمتوسط الى ضعيف، وما قدرناش اننا يعني نحسموا النتيجه لصالحنا، سواء الفوز ولو باصابه واحده ما قدرناش نسجلوا. ما كناش في المقابله يعني بمجموعه ديال الفترات ما كناش مزيانين، ما قدرناش نفرضوا الايقاع ديالنا بمجموعه ديال الاسباب. اذا هذه اول مباراه نموذجيه اللي غادي ياخذها الجمهور ولا ياخذ المتتبع الرياضي، اللي هي مباراه الديربي. نقدر نقولوا انه لم يتوفق بنسبه كبيره، ولكن مراد اسمح لي باقي الا قاطعتك المباريات اسمح لي قاطعتك في هذه النقطه ديال الديربي. واش ما كي حيت الديربي انا بعدا بالنسبه لي واخا الفريق الاخر كان ضعيف، عارفين الديربيات يمكن الفرقه الاخرى كتكون ضعيفه وتقدر تربحك انت في الاخر تدير بطوله دير تشامبيونز ليغ. وهادشي كان تيوقع ماشي ما كانش تيوقع. يمكن هذا الماتش هذا ما ناخذوش معيار ديال هو ماشي معيار. الديربي. هو ماشي معيار وماشي مقياس، ولكن كتاخذها مباراه نموذجيه، كتاخذها كنموذج، لان غيكونوا عندك مباريات كلاسيكيه هي اللي غتحسب فيها لي تيتر ديالك. كتعني مراد غيكونوا عندك ماتشات اللي فيهم ضغط نفسي اكثر منه. انا فهمت هادشي. دابا هذه هي النقطه اللي تنتكلموا عليها، هي انه هاد المباريات اللي غادي نحتاجوا فيهم الكوتشينغ وغنحتاجوا فيهم مدرب انه يكون حاضر. نتمنى حنا دابا هذا غير تخوف عندنا، يعني ماشي مشكل انه يكون عندنا تخوف، يكون عندنا تساؤلات، ولا يكون عندنا نقاش مزيان. يكون عندنا نقاش، ما يمكنش لينا نقولوا راه كل شيء مزيان، حيت الا بقينا تنقولوا كل شيء مزيان يعني انه بحال غادي يكون آه، داك الثقه الزائده وما غاديش يبقى داك العمل. لا، خصنا نقولوا برافو، كاين عمل كبير، كاينين نتائج جيده، كاين انسجام في الفريق اللي بدا كيبان بواحد الشكل كبير. ولكن عندنا واحد التخوف من واحد المرحله، نتمنوا انه يكون اعداد ليها بواحد الشكل جيد. المدرب انه في هذوك المباريات اللي غادي نحتاجوه ان شاء الله يكون في المستوى ديالو. حنا يعني من الفرحات علينا عند كودادين انه يكون عندنا مدرب ولد الوداد ويحرص معنا على الالقاب ويبني الاسم ديالو كمدرب ويخلي البصمه ديالو في تاريخ النادي، لانه واحد من ابناء النادي. ما عندناش ولو 1% ديال الشك في القيمه ديال منهاج